برج العقرب يوم السبت 11 يوليو هندمج زاويتين، غير ان القمر موجود في الجوازاء. عندنا زاويتين، واحدة حلوة وواحدة وحشة. هنبدأ بالوحشة، زاوية شبه مربع وزاوية شبه سداسي. هتبدأ الحدوتة على برج العقرب يوم السبت 11 بأجواء بتتحرك ما بين الرغبة في التوسع الفكري والسفر أو التخطيط للمستقبل، وما بين قلق مالي باطني بيخص حساباتك المشتركة مع الشريك، حيث يفتتح الشكل العام لهذا اليوم بالزاوية الأولى الرخمة شبه مربع ما بين الشمس المتواجدة في البيت التاسع اللي هو بيت السفر، بيت التعليم العالي، بيت القناعات، وأورانوس المتواجد في بيتك الثامن، بيت الأموال المشتركة، بيت الديون، بيت التحولات النفسية. معنى هذا ايه؟ انه بيفسر القصة. الشمس هي حاكمة بيتك العاشر اللي هو الأسد، بيت المهنة وبيت المركز الاجتماعي وبيت كمان السمعة. تواجدها بقى في التاسع وفي منزلة الطرفة اللي سمعتها مش قد كده بيخليك قلقان على مكانتك المهنية، أو مستني ورق يخص سفر أو مصلحة بره، وجواك توجس ونوع من الضيق النفسي العاطفي من غدر المحيطين بك. أورانوس في البيت الثامن في منزلة الهنعة السعيدة بيفاجئك بمباغتة أو حركة تخص قرض أو ضرائب أو أموال تخص الشريك. زاوية شبه المربع بتصنع هنا توتر في مجالك المالي والعملي، وبيديك مؤقتا ويخليك محتار في طريقة إدارة القرش أو المال المشترك. ولكن وجود القمر في بيتك الثامن وفي منزلة الزراع السعيدة بيتدخل بمرونة عالية تواصلية تخليك تستوعب الهزة المالية دي بذكاء وبلسان رطب يفرمل أي خلاف. وفي نفس اليوم مش هتتساب حيران في حساباتك، وهتلتحم فورا الزاوية التانية المدمجة اللي هي الإيجابية شبه سداسي لتفتح لك باب حظ اجتماعي ومهني ممتاز، وهي بين الزهرة المتواجدة في بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء وبيت تحقيق الأهداف وبيت الدوائر الاجتماعية وبيت الأمنيات، والمشتري المتواجد في بيتك العاشر اللي هو الأسد، قمة خريطتك الفلكية أيها العقرب. الزهرة هنا حكمة بيتك السابع اللي هو الثور، بيت الشراكات العاطفية والزوجية، وحاكمة بيتك الثاني عشر اللي هو الميزان، بيت الكواليس وبيت الأسرار. وتواجدها في الحادي عشر في منزلة الصرفة الممتزجة ده بيديك جاذبية فريدة وسط أصحابك وقدرة على فرز علاقاتك بدقة وبتظبط قلبك يعني. المشتري حاكم بيتك التاني اللي هو القوس، بيت مالك الخاص الفعلي، وحاكم بيتك الخامس اللي هو الحوت، بيت الحظ والإبداع والعواطف الطازة. وتواجده في بيتك العاشر وفي منزلة الجبهة الممتزجة بيمهرك بختم ختم التقدير المهني، المهنة، البيت العاشر، الترقية، الوجاهة قدام رؤسائك. الترابط الفلكي للشبه سداسي بيترجم في مجالك المالي والعاطفي والمهني، شراكة عاطفية، شراكة مهنية بتدور من وراء الكواليس في الخفاء، وبتظهر في اليوم ده في صورة دعم من صديق مخلص، دعم يجي لك من مكسب مالي يخص شغلك، يفك زنقة اللي هي التامن يعني. والأجواء العاطفية بتتصلح وبتحس بقبول عالي وسط ناسك وأهلك، وبتنهي يومك مسترد كبريائك ومستعد للتكتم وجرد الأوراق يوم الحد.